الولايات المتحدة عندما تنظر للكرة الأرضية لا ترى بشر ولا ترى دول ولا ترى تاريخ ولا أديان ولا عقائد، ترى أحزمة من النفط، أحزمة من المطاط، أحزمة من الخامات هذه، أحزمة من القمح، أحزمة من القطن، أحزمة من الممرات. الإنسان لا قيمة له في الرؤية الاستراتيجية كما وردت في كتب كيسنجر. كيسنجر يقول في كتاب الدبلوماسية نعم. اللي هو الدبلوماسي، هذا كتاب الأم مترجم إلى العربية، مترجم نعم. يقول في هذا الكتاب: ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تحل أي مشكلة في العالم، لكن من مصلحتها أن تمسك بخيوط المشكلة وتحرك هذه الخيوط حسب المصلحة الأمريكية القومية. يا سلام، السيناريو ده خطير، لكن يدعوت أحرنوت الإسرائيلية في تحليل نشرته حسب الصحيفة أن فريق العمل بيسعى لتغيير أنظمة الحكم هذه، حتى أن نفس الصحيفة قالت في نفس المقال إن أمريكا تسعى لتغيير وجه الشرق الأوسط، الفلسطينيون سيرحلون إلى الأردن، سوف يتم دمج العراق والأردن أو تقسيم العراق. هذا السيناريو المرعب، هذا السيناريو موجود يا أحمد من سنة 75 عندما أقدمت الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بحظر النفط عن الولايات المتحدة بعد حرب 73 رمضان 73. عندما اتخذت الإمارات والمملكة العربية السعودية بحظر النفط عن الأمريكان، بدأ الأمريكان يتكلمون بالعلن وفي الكونغرس من أنه ضروري يتم احتلال آبار النفط في الخليج. والآن في مكتبة الكونغرس أي واحد يروح ويطلع في الطابق المختص في الشرق الأوسط ويسأل عن واحد اسمه جورج عطية ويقول له: يا جورج يا عطية وريني الكتاب الأبيض هذا الصغير اللي بيسموه آبار النفط كأهداف عسكرية، oil fields as military targets، آبار النفط. ما حدش هيروح يلاقي جورج عطية وجايز الكتاب ما يلاقوهوش. لا أبدا، هذا من أوراق الكونغرس، وهذا تشتريه $1.50 الخطة الاستراتيجية كما ناقشتها لجنة الدفاع والأمن في الكونغرس الأمريكي سنة 75 لاحتلال آبار النفط هنا، وإسرائيل تكفلت بالقيام بهذا الدور ونوقشت في الكونغرس وموجودة أوراقها في الكونغرس، ويستطيع أي واحد يروح يقرأ هذه الخطة لاحتلال آبار النفط. أنا أعتقد بأن هذا المشروع الآن يتم إحياءه مع تعديلات بعد الضربة التكتيكية هذه للعراق. سيأتي دور هذا المخطط للاحتلال المباشر لآبار النفط. هل هذا التكتيك كان سببا في تغير الموقف السعودي مؤخرا بنسبة 180 درجة تقريبا؟ القرارات التي خرج بها وزراء الخارجية العرب في القاهرة وتصريحات وزير الخارجية السعودي قبل أيام التي تصدرت الخبر الأول في كل النشرات العالمية ليست العربية فقط، حول يقال أن الولايات المتحدة هددت السعودية بشكل مباشر وقالت: نحن لا نغير حكام فقط وإنما نغير أنظمة حكم. هذا ليس بعيد عن الأمريكان. الأمريكان هم اللي هندسوا كل الانقلابات في العالم العربي من القاهرة. مايلز كوبلاند قالها في كتابه لعبة الأمم، إلى كيرمت روزفلت في طهران، صح ولا لا؟ وإسقاطهم لمصدق وغيره وغيره وغيره. والخلاف الأمريكي الإنجليزي في هذا الموضوع خلاف تاريخي. يعني الأمريكان يؤمنون بتغيير النظام ككل، الإنجليز عندهم فن آخر اللي هو الثورة داخل القصر، صح ولا لا؟ التغيير داخل القصر. ولذلك يقول الإنجليز الآن أنه لو ملف العراق يترك للإنجليز لتمكنوا من إحداث هذا التغيير داخل النظام العراقي دون الدخول في عملية عسكرية. لكن الأمريكان رافضين تماما إعطاء هذا الملف والريادة فيه للإنجليز. بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية أو مستقبل الاستراتيجية الأمريكية في ظل هذه الهيمنة والقوة على دول المنطقة، على العراق، على السعودية، على مصر، إيه السيناريوهات التي يمكن أن تحدث؟ مثل ما قلت لك،
ومثل ما قالته يدعوت إحرنوت أنه هناك ضربة تكتيكية في العراق وتغيير استراتيجي في السعودية والثمرة مصر في النهاية. هذا هو الترابط بين السيناريوهات الثلاث. في ظل هذا السيناريو يا دكتور، هل أقدار الشعوب وأقدار الأمم بهذه البساطة من خلال ناس قاعدين على طاولات يرسموا خطط يتم تطبيقها؟ طالما الشعوب قاعدة وتمارس التثاؤب يعني التاريخي وما عندها أي اهتمام في قتلوا فلان أو خطفوا فلان وما لنا شغل. الشعوب هتعمل إيه؟ ده الحكومات راضخة التي في يدها القوة. لا، أنا أعتقد بأن مسؤوليتنا التاريخية كبيرة كأفراد وكجماعات وكأحزاب وكمنظمات يعني منظمات أهلية وكمجتمع مدني إذا جاز التعبير. كل هذه الألفاظ وكل هذه المصطلحات مسؤولة عن تحرك، وإلا يعني سيحدث بنا كما حدث لبغداد أيام التتار يعني.